السلام عليكم، اهلا بكم في عالم الطيور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة في التعليقات قبل اي حاجة وقبل ما نبدأ الفيديو مع بعض. صلوا كده على النبي، اكتبوا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في التعليقات عليه افضل الصلاة والسلام. واحب يا جماعة اشكر المتابعين الجداد في القناة، نورتوني وشرفتوني ووجودكم في القناة على راسي طبعا. وما شاء الله التعليقات بتاعتكم الحلوة بتشجعني وبتخليني ان انا اكمل وبتحفزني يعني وتديني طاقة ايجابية كده ان انا اكمل معاكم في القناة. فشايفين بقى ما شاء الله. النهاردة في الفيديو هنقول اهم النصايح في تربية البط، وهنعرف على اهم احسن انواع البط يعني في التربية، هنتكلم عنها باذن الله في الفيديو ده. فتابعونا ان شاء الله كده وكملوا معانا الفيديو للاخر. فشايفين يا جماعه ما شاء الله انا بعلف البط اهو بالليل. ده كده انا بالليل عادي، في هنا لمبه اهي، شايفين ما شاء الله. طبعا انتوا متابعين معايا واللي لسه جداد برضو في القناه عارفين ان ديت الاوضه اللي انا بحط فيها البط، بيدخل بيبات فيها بالليل كده وبيطلع في الحته المفتوحه ديت بالنهار. شايفين اللهم بارك، انا ما ببيتوش ولا حاجه، انا سايباه براحته يدخل ويطلع يخرج كده من الاوضه براحته، بس بحط له الاكل بره. ليه بقى؟ عشان لو حطيته في الاوضه هنا كده الشمس طبعا ما بتدخلهاش، هيبهدل الدنيا يعني والارضيه وكده. لكن هنا اللهم بارك الشمس ضاربه هنا في السطح، يعني اي ميه واي حاجه بتنشف من الشمس. اللهم بارك يا جماعه. البط اللي حضراتكم شايفينه ده بالظبط كده عمره 2 و5 ايام. اللهم بارك. اللي هو بقى نهون الشهرمان والبغال اللي قدامكم ده يا جماعه 3 انواع بط، تمام؟ شهرمان وبغالي وسوداني. البط السوداني هوريهولكم، شايفين اللي هي دي البط السوداني اللي قدامكم على طول دي، واللي هي عند الجردل دي اللي هو لونه اسود ده بط سوداني اللي هو البلدي العادي بتاعنا، تمام؟ ده بيتذبح على 6 شهور. النتايه بتتذبح على 4 شهور. شايفين اللهم بارك؟ ده هي السوداني اللي هي قدام حضراتكم دي، ودي كمان شايفين الكيسه عملت ازاي فيها. ان شاء الله اخلص الفيديو كده باذن الله واحش منها الكيسه دي. اللي هناك ده طبعا فراخ براهمه وهندي، تمام؟ والبزراميط وبلدي هجين بتبيض. شايفين ما شاء الله. نرجع بقى لكلامنا على البط تاني. البط السوداني يا جماعه بيفضل اللي هو بيطلع من الرقد عندنا في البيت، اللي هو مثلا يكون في عندنا ذكرين، مثلا ذكر ونتايتين ويبيضوا عندنا، وده بيرقد، تمام؟ فالبط ده انا شارياه، ما كانش عندي وكده، فانا اشتريت 10. البطه ب30 جنيه، كانت طالعه من البيضه كده بقالها اسبوع. البط ده ما شاء الله حلو، بيملالك السطح خير، بيملالك. البطه لو رقدت عندك بتطلع ما شاء الله وبترقد وكده، وتطلع عندك بط، ويبقى على طول عندك سلالات كده ورا بعضها. ده البط البلدي السوداني. الذكر من 6 شهور واحنا طالعين بيتذبح، والنتايه ممكن نذبحها على 4 شهور، ولحمته طعمها جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. يمكن احلى نوع بط برضو في طعمه حلو ولحمته بتبقى حمرا. ده البلدي السوداني. نيجي بقى للمسكوفي اللي هو الار 41 ما شاء الله اللهم بارك. ده برضو بعد البلدي على طول، وطعمه جميل جدا، طعمه حلو وجميل وبيشيل اوزان عاليه اكتر من البلدي السوداني. يعني الذكر ما شاء الله بيوصل 6 و7 كيلو. ده اللي هو المسكوفي الار 41، تمام؟ والنتايه بتوصل برضو من 4 كيلو و5 كيلو، وفي برضو 3 وكده، يعني على حسب برضو السلالة اللي احنا جايبينها. فما شاء الله اللهم بارك. لسه برضو اللي هو البغالي. ده البغالي بقى اللي انا مربياه، تمام؟ اوريها لكم البغالي. البيضه اللي هي دي كده دي كده البغالي. البيضه البيضه اللي قدام حضراتكم ده اهي، دي كده بقى اسمه البغالي. ده يا جماعه كاتم للصوت، تمام؟ اللي هو ده اهو اللي قدام حضراتكم على طول ده كده بغالي، تمام؟ البغالي ده مميزاته؟ او هو اصلا هو مهجن.
البط البغالي ده بط ايه؟ تهجين شهرمان على مسكوفي. بيطلع لنا البغالي ده بس كاتم للصوت، ما بيزعقش كده ولا صوته عالي. تمام. ما شاء الله بتذبح على 3 شهور، واحنا طالعين بر 3 أو 4 كده زي ما حضراتكم بقى تحبوا اهو. ما شاء الله حجمه بيبقى كبير عن اللي هو الشهرمو. تمام. ولحمته ما شاء الله اللهم بارك بتبقى حمرا. انا اول مره اربيه، بس في ناس يعني جربوه قالوا لي ما شاء الله الصدر بتاعه بيبقى حلو كده وبيبقى لحمته حمرا وشكروا لي فيه يعني. فانا جبت 6 قلت اجربهم معاكم. تمام. ودي برضه اللي هي قدام حضراتكم ده ديت البغال. تمام. يا ريت بس الفيديو يكون عجبكم وكملوا معايا الفيديو للاخر، مش عايزه بس اكون صدعتكم يعني. كملوا بس معايا الفيديو للاخر، هقول لكم على بقيه انواع البط. تمام. كده احنا قلنا ايه، البغالي ملوش صوت، هادي خالص يعني. انتوا لو حواليكوا سكان وكده وخايفين من الازعاج تجيبوا على طول، تجيبوا البغالي. تمام. ملوش اي صوت. نيجي بقى للي قدامنا ده اللي هو ايه بقى، الشهرمان. اسهل بط في التربيه هو الشهرمان ده. هاتيه وارميه على السطح، ما تحمليش همه. مناعه كويسه، بيشيل برضو وزن حلو، سهل قوي قوي في التربيه، ما بتاثرش ولا بحر ولا ببرد. ما شاء الله شايفينه اللي قدامكم على طول ده هي. وصوته بقى ايه، صوته عالي قوي يعني. ده لو في جنبكم جيران هيعمل لهم ازعاج صراحه يعني. بس اسهل نوع بط، وكمان حلو قوي، بياكل اكل البيت ما شاء الله يعني، ما بيقولش لا. فده انا بحب تربيته بصراحه يعني. عارفين ده لو في الشتاء بيشيل اوزان جميله. البط ما شاء الله في الشتاء بيشيل عن الصيف. تربيه الصيف بتدينا اوزان خفيفه شويه، لان طبعا الجو حار وما بياكلوش زي الشتاء. بيحطوا ركوم على الميه، بيحبوا يشربوا ميه على طول. اللي انا بقوله لكم ده يا جماعه في الفيديو، والله ده خلاصه التربيه. انا بربي من زمان وربيت جميع انواع الطيور يعتبر يعني. فانا مش بقول لكم معلومات كده، والله ده من التربيه بتاعتي. تمام. شايفين ما شاء الله اللهم بارك اهو. اللي قدامكم ده الشهرمون، او في ناس بتقول عليه شرشير، وفي ناس تانية بتقول عليه فرنساوي، له اسامي كتير. بس المهم ان هو في الاخر والاول كده اللي هو اللي صوته عالي. في ناس بتقول عليه الجعجاع اللي هو صوته عالي قوي. تمام. فده ما شاء الله يا جماعه اهو بذبحه. ده بيتذبح على 3 شهور، 3 شهور ونص. في ناس بتسيبه ل4 شهور. انا بحب اذبحه من 3 ونص ل4، ما بزودش بقى على 4. ليه بقى؟ لان انا برضو دي برضو من تجربه من التربيه قبل كده. لما انا زودت عن ال4 شهور فرغ. يعني ايه فرغ بقى؟ بيجي هو بقى مثلا الذكر اهو، الذكر 3 ونص مثلا، 3 كيلو ونص. تسيبوه على ال4 شهور تيجي توزنيه تلاقيه ما جابش كيلو ونص. بيبقى اسمها بقى فرغ. تلاقيه عظم وجلد بس وريش. فهو كل ما البط ده بتسيبيه بيفرغ من اللحم بتاعه، بيرجع يملى تاني. بس بعد بقى ال4 شهور تعوزي تسيبيه شهر شهرين كمان على ما يملى وزن تاني. فده بيبقى طبعا خسارة علينا. تمام. احنا بنيجي قبل ال4 شهور بنكون دابحين 3 ونص 4، نكون مخلصين الكمية اللي عندنا. تمام. علشان لو احنا سيبناه بيفرغ مننا. بس كتربية يعني كان كراحة في التربية هو حلو. حتى عارفه لو مش هتجيبي له لمبه، مش مهم تجيبي له لمبه. تمام. حتى لو في الشتاء بتحطيه بس في بوكسه زي ده هو نفسه حامي، بيبقى نفسه حامي على بعض كده، بيدفي بعض، مش محتاج حتى لمبه. فالنوع ده حلو قوي. لو انتم مبتدئه مثلا ما بتعرفيش تربي طيور، هات الشهرمان او الشرشير او الفرنساوي على حسب ما عندكم بيسموه. تمام. او الجعجاع، هو صوته عالي. عارفه لو اتاخرت عليه في الاكل شويه هينادى عليك وانت تاكل. تمام. فده يا جماعه كده كل انواع البط اتكلمت معاكم عليه. فانتوا بقى لو حبيتوا الفيديو، لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا بقى اختكم عائشه، فتابعوني ان شاء الله تلاقوا معايا فيديوهات حلوه قوي للطيور.
وهتعجبكم ان شاء الله. طبعا الايام الجايه هبدا اوزن البط معاكم، تمام؟ فتابعوني ان شاء الله عشان تشوفوا كل جديد في تربيه الطيور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.